الجماعة اللي بمجرد ما بتنام بتنسى أي حاجة حصلت، سواء موقف، مشكلة. انتوا فعلا في نعمة. أنا كده عاملة أحلى واجب معاكم، طالعة حلقة إكسترا. المهم النهاردة هتبقى دردشة مع بعض كده على مصطبتنا، وحلقة عميقة جدا. فيلا بينا نبدأ الحلقة. صح، نسيت اعرفكم بنفسي. لو بتسمعني او بتسمعيني جديد، فانا سارة معاكم في بودكاست قعدة مصطبة. فيلا بينا نبدأ. طبعا سامعاكم وانتوا بتقولي او بتقول انت بجد مسكتي في موضوع مخلينا اننا بقينا فعلا في مشكلة بسبب نسياننا المواقف اللي بتحصل لنا. ايوه، انا جايه اقول لكم ان ده بقى للاسف ظاهرة مش معاكم بس، لكن في ناس زينا كده بمجرد ما بتنام بتنسى هي حصل لها ايه، اتأذت، لو في مشكلة بتنساها. وللأسف ده بيدخلنا في مشكلة مش مع اللي قدامنا، لا خالص، بالعكس. اللي قدامك ده عارف ان يستغل النقطة اللي فيك دي كويس جدا، لكن المشكلة هنا بتحصل لك مع نفسك. بمعنى بنأذي نفسنا مع الوقت، بنلاقي اننا مش راضيين على اللي احنا بنعمله، او فجأة قفلت من اللي قدامك. انت ناسي، لكن عقلك الباطني مش ناسي الموقف او المواقف اللي حصلت لك من الشخص ده. فتلاقي نفسك قفلت منه. ليه بقى؟ ما تعرفش، لكن هو إحساس. طبعا خلاص فهمنا ان الإحساس ده بيبقى مترتب عن ايه ومصدره منين. نيجي بقى للنقطة الأهم او اللي أنا اتكلمت عليها في الحلقة اللي فاتت، وهي النوم والهروب عن طريق النوم. فلو ما سمعتش الحلقة دي، هي اسمها أجمل 3 حاجات أو نظرية آخر 3 حاجات، هتلاقوها في البايو تحت، هسيب لكم اللينك. المهم إن فكرة إنك ناسي دي مترتبة على إنك هربان من مشكلة بالنوم، مش بالمعنى التاني الصحي. فهشرح لكم ده وهشرح لكم ده كمان. النقطة الأولى إنك هربان من النوم، ودي زي ما بيكون إنك مش عايز الواقع، أنت عاوز تهرب منه وتعيش في عالم أنت بتتمناه ونفسك يحصل وبيترجم في أحلامك. عشان كده أنت بتبقى مش مستحمل مشكلة ورافض الواقع نهائي، لحد ما بتكون المشكلة دي أو الموقف ده بيتحل يا إما من نفسه، يا إما بتفضل متناسي الفكرة أو الموقف أو المشكلة. وده للأسف مش صحي نهائي، لأن لا قدر الله لو تخيلنا إن شخص نام عشان هروب من واقع، ممكن ينام ويصحى يلاقي بقى الدنيا تعقدت أكتر. فده مش حل نهائي. ده غير إنك لو صحيت نسيت إن الشخص اللي كان مضايقك ده مش حاسس إنك متضايق منه، فالشخص ده هيكرر الموضوع ده معاك لحد ما تتقفل منه من غير سبب. وزي ما قلت أول الحلقة، بسبب إيه؟ بالظبط كده. تاني حاجة، الشخص فعلا اللي بيلجأ للنوم كحل للموقف، أو بياخد موقف من الشخص اللي قدامه. ولو الموضوع كبير جدا وتأذى من الشخص ده، فطبعا ده بيبقى حل كويس إنه ينام. طب إزاي يا سارة؟ هقول لكم، بس أحب أنوه عن حاجة، إن الموضوع كله من خلال نظرتي أنا، لأن فعلا عندي الطبع ده من زمان، وقرأت كتير لحد ما توصلت لمعنى التصرف التلقائي ده. نكمل. المهم توصلت ان من فترة النوم دي جسمي بيرتاح خالص، وبينظم الذاكرة، وبيثبت لي المعلومات، ويبدأ يدخلني في أهم فترة، وهي أهم فترة في المخ جدا، هي فترة الاسترخاء. الفترة دي مفيدة جدا للعقل. فلما بتنام حضرتك تصحى تلاقي نفسك بتفكر بشكل كويس، بتلاقي حجم الموقف الكبير الضخم ده بقى سهل إنك تتعامل معاه. فهنا كل المشاعر والانفعالات الكبيرة المتلخبطة دي بعد فترة، وفترة الراحة بالأخص، بقت لا تذكر. انت مش حاسسها، مش شايفها، ما بقتش بتفكر فيها، لكن بقيت بتفكر أحسن وبتركيز. فهمتوني أنا بقول إيه؟ المهم، فبحس إن النوع ده من الناس أو الأشخاص، مش عشان أنا كده والله، لكن بحس إن الناس دي بتبقى ناس صافية جدا. يعني بمعنى ان هم مش بيحوشوا ويشيلوا كل حاجة. نعم، في اوقات بيبقوا شايلين مش ناسيين، بس بيبقى في اغلبية الوقت متسامحين. كلمة بقى للمستغل اللي بيستهبل وشايف ان اللي بيعمله ده بقى من حقه عادي وطبيعي. ما تبقاش شخص عارف ان اللي قدامك مستحملك وتصر انك تأذيه، وما تبقاش عارف انه عمال يدفعك تستمر وانت بتهد امله فيك. كمان ما تبقاش تديله أمل كذاب وانت عارف ان لا في أمل ولا عمر ولا نيلة. انت بتهده وبتشوفه بيتهد، وتقول كلها يومين ويروح، كلها كلمة حلوة ويروح الزعل حاله. انت عمال تستنفذه لدرجة انه بقى يقل ثقته فيك.
وكلامه لدرجة إنك لما تقوله هتعمل حاجة يبقى بيقول لنفسه ما تصدقش مش هيحصل، ده حوار زي بتاع كل مرة. مش عارفة ليه دخلت في فكرة إن الواحد لازم يكون قد كلمته، بس يمكن نقول إن ده فعلا عامل من ضمن العوامل الكتيرة اللي بتقفل أي حد مهما كان رصيده عندك إيه. أخيرا أعزائي المستمعين الأوفياء، تعالوا نشجع بعض نكون من النوع التاني الصحي. تعالوا نشجع بعض نكون من ضمن الناس اللي ما بتستهلكش غيرنا، ما نحاولش نقارن غيرنا بحد عشان نضايقه. كفاية استنفاذ طاقة الناس ونرجع نسأل ليه اتقفلوا مننا، عشان ببساطة بسببك. تعالوا نشجع بعض نعرف الأصول ونعلم بعض الأصول ونعمله. أخيرا يا رب تكون الدردشة كانت بسيطة وكلمنا شوية، يا رب أكون لميت ووفيت. ما تنسوش تتابعوني على بقية المنصات.